زمان عشان تعمل موقع إلكتروني كان الموضوع عامل زي ما تكون بتبني عمارة من الصفر. محتاج الأول مهندس معماري اللي هو المصمم، وبعدين مقاول اللي هو المبرمج، وفريق كامل بقى عشان يوصلوا كهرباء ومية اللي هم قسم الاي تي. الموضوع كان بياخد شهور طويلة وميزانية ضخمة وحوارات يعني ما بتخلصش. النهاردة الوضع اختلف 180 درجة. تخيل معايا إنك بتقف قدام أرض فاضية وبتقول بصوت عالي: أنا عاوز فيلا ب3 أوض نوم وحمام سباحة وتصميم مودرن، وفي دقائق تلاقي الفيلا دي اتبنت قدامك بالكامل. دي بالظبط قوة أدوات بناء المواقع اللي بيسموها بدون كود. بتكتب جملة واحدة زي عاوز مدونة عشان أعرض مقالاتي عن الطبخ الشرقي، وفي لحظات يبقى عندك موقع كامل، صفشات، ألوان متناسقة، صور منسقة، وحتى فورم عشان الناس تتواصل معاك. دي الثورة اللي المصادر اللي معانا النهاردة بتسميها النو كود. مبالغة خالص. الموضوع فعلا مش مجرد أداة جديدة أو موضة وهتعدي. لا، ده تحول جذري في طريقة تفكيرنا في بناء أي منتج رقمي. النهاردة هنغوص في المصادر دي عشان نفهم إيه هي المنصات دي وإزاي نفرق بين أنواعها المختلفة، والأهم من كل ده إزاي التحول ده بيخلق فرص حقيقية وجديدة في منطقتنا العربية، سواء لأصحاب المشاريع اللي بيحلموا يبدأوا أو حتى كمسار وظيفي كامل محدش كان يتخيله من كام سنة. طيب، خلينا نبدأ من الأول خالص. مصطلح بدون كود أو نو كود ده بيتقال كتير قوي اليومين دول، وبصراحة بحس ساعات إنه مجرد كلمة تسويقية. هل ده معناه فعلا إن البرمجة بتنتهي؟ يعني خلاص المبرمجين هيقعدوا في البيت؟ لا لا، هي مش بتنتهي قد ما طريقة الوصول ليها هي اللي بتتغير. الفكرة كلها هي تجريد التعقيد. بدل ما تتعامل مع مئات سطور الأكواد اللي شكلها غريب دي عشان تعمل زرار على الشاشة، انت بتتعامل مع الزرار نفسه كقطعة مرئية، بتسحبه بالماوس وتحطه في المكان اللي انت عايزه، تغير لونه وتحدد وظيفته من قائمة اختيارات. البرمجة لسه موجودة، بس بقت شغالة في الخلفية ورا الكواليس. المنصة هي اللي بتكتب الكود ده بالنيابة عنك. يعني زي سواقة العربيات الأوتوماتيك والمانيوال كده. زمان كنت لازم تتعلم إزاي تظبط الدبرياج مع البنزين وتفهم ميكانيكا العربية عشان تسوق. النهاردة أنت بتدوس بنزين وفرامل والعربية بتعمل كل حاجة لوحدها. بالظبط كده، تشبيه ممتاز. وفي عالم العربيات ده في عربيات أوتوماتيك عادية وفي عربيات فيها سبورت مود بتديك تحكم أكتر شوية. ده بقى الفرق اللي المصادر بتوضحه بين مصطلحين مهمين بيجوا دايما مع بعض. أولاً، النو كود أو بدون كود. دي العربية الأوتوماتيك بالكامل، مصممة للي مش عاوز يعرف أي تفاصيل تقنية. يعني سواء حد في قسم التسويق عاوز يعمل صفحة هبوط لحملة إعلانية، أو رائد أعمال عاوز يجرب فكرة، بيقدر يبني تطبيق أو موقع كامل من غير ما يلمس سطر كود واحد. ثانياً، اللو كود أو قليل الكود. دي العربية اللي فيها سبورت مود، هي موجهة أكتر للمطورين أو الناس اللي عندها خلفية تقنية بسيطة، بتديهم مكونات جاهزة كتير عشان تسرع الشغل جدا. لكن لو حبوا يعملوا حاجة معقدة قوي أو مخصصة، بتسمح لهم يفتحوا الكبوت ويكتبوا شوية كود بنفسهم. تمام، الفكرة دي وضحت. بس ده يخليني أسأل، الأدوات دي موجودة من زمان، يعني ويكس وسكوير سبيس موجودين من سنين. إيه اللي جد عشان نسميها ثورة دلوقتي؟ هل هي مجرد نسخة أحسن من نفس الحاجة القديمة؟ سؤال في محله تماماً. اللي جد هو حاجتين: القوة والذكاء. الأدوات القديمة كانت بتعمل مواقع تعريفية بسيطة، لكن الأدوات الجديدة زي بابل وفلو بقت بتعمل تطبيقات كاملة ومعقدة، تطبيقات فيها قواعد بيانات وحسابات مستخدمين ومنطق تشغيل معقد. ده أول فرق. الفرق التاني هو دخول الذكاء الاصطناعي على الخط بقوة. ده اللي نقل الموضوع من مجرد بناء بالسحب والإفلات لبناء بالأوامر النصية. طب ما تيجي نعمل الموضوع عملي أكتر. نتخيل إن معانا رائدة أعمال هنسميها نورة، قاعدة في القاهرة وعندها فكرة مشروع لخدمة تصميم هدايا مخصصة أونلاين. من 5 سنين كانت رحلتها هتبدأ بالبحث عن شريك تقني أو مطورين. النهاردة بتبدأ إزاي؟ النهاردة رحلتها بتبدأ بجملة بتكتبها على الكيبورد. نورة لسه في مرحلة الفكرة، عاوزة بس تتأكد إن في ناس مهتمة، مش محتاجة متجر إلكتروني كامل دلوقتي. هنا بتيجي قوة أدوات الذكاء الاصطناعي للمبتدئين. المصادر بتدينا مثالين واضحين جدا. الأول هوستنجر AI Builder، اللي نورة ممكن تكتب له جملة واحدة بس: عاوزة موقع لشركة هدايا مخصصة بتصاميم عصرية وألوان هادية، وفي دقيقة ونص بتلاقي موقع كامل ظهر لها بصور مناسبة ونصوص مقترحة ومعاه استضافة ودومين.
أو ممكن تستخدم ويكس ADI اللي بيشتغل زي مساعد شخصي، بيسألها كام سؤال: إيه اسم مشروعك؟ إيه الخدمات اللي بتقدميها؟ إيه الألوان اللي بتحبيها؟ وبناء على إجاباتها بيصمم لها الموقع. تمام. يعني في خلال ساعة زمن نورا بقى عندها وجود على الإنترنت وتقدر تبدأ تسوق لفكرتها. طيب، لنفترض إن الفكرة نجحت والناس بدأت تطلب، والموقع اللي عمله الذكاء الاصطناعي ده بقى شكله قالب أو عام زيادة عن اللزوم. هي دلوقتي عاوزة حاجة تعبر عن علامتها التجارية بشكل فريد. هنا نورا بتدخل المرحلة التانية، مرحلة الاحترافية في التصميم. الأدوات اللي فاتت سهلة بس تحكمها محدود، دلوقتي هي محتاجة تحكم كامل في كل بيكسل على الشاشة. هنا بتظهر أدوات زي ويب فلو. واحد من المصادر بيوصفه وصف دقيق جدا، بيقول إنه بيديكي قوة المبرمج بحرية المصمم، كأنك بتصممي على برنامج زي فيجما أو فوتوشوب، بس كل حاجة بتعمليها بتتحول في الخلفية لكود نظيف واحترافي. أو ممكن تستخدمي أداة زي فريمر اللي بتعمل حاجة أغرب كمان، ممكن تكتبي له أمر زي اعملي قسم بيعرض 3 منتجات في شكل كروت متجاوبة مع الموبايل، وهو يبنيه قدامك. لحظة واحدة. يعني هي ممكن حرفياً ترسم الموقع بتاعها ويتحول لكود حقيقي وشغال؟ ده إحساس أقرب للسحر منه للتكنولوجيا. هو فعلا بيحسسك بكده، وده بيحرر المصممين من قيود القوالب الجاهزة. بس الموضوع مش بيقف عند التصميم الجميل. نورا دلوقتي مشروعها كبر أكتر، ما بقاش مجرد موقع لعرض المنتجات، بقت محتاجة العملاء يسجلوا دخول، يعملوا حسابات، يجمعوا الهدايا بتاعتهم في سلة مشتريات، وكمان يختاروا تصميم معين، يدفعوا أونلاين، ويتابعوا حالة الطلب بتاعهم. الموقع الجميل لوحده مش كفاية، هي محتاجة عقل أو مخ يدير كل العمليات دي. وده اللي بنسميه الباك أند أو الواجهة الخلفية، صح؟ بالظبط، وده اللي بياخدنا للوحش الكبير في عالم النو كود، وهو منصة زي بابل. المصادر بتوصف بابل إنه منصة فول ستاك، يعني بتبني بيه الواجهة الأمامية الجذابة وكمان الواجهة الخلفية القوية اللي فيها قواعد البيانات ومنطق التشغيل. مع بابل نورا تقدر تبني نظام CRM كامل عشان تتابع عملائها، أو سوق إلكتروني ماركت بليس زي أمازون مصور، أو أي تطبيق فيه تفاعل معقد مع البيانات. من الآخر ويب فلو عبقري في المظهر، لكن بابل عبقري في الجوهر والوظائف. استنى، هنا في نقطة بتلمع في المصادر، بتقول إنك مش لازم تختار بينهم، ممكن تستخدمهم هما الاتنين مع بعض. ده يبان كأنه اختراق للنظام، يعني ممكن آخد أحسن تصميم من ويب فلو وأحسن عقل من بابل وأركبهم على بعض؟ بالظبط، وده اللي المحترفين بيعملوه، بيصمموا الواجهة المثالية الجذابة على ويب فلو عشان تجربة المستخدم تكون رائعة، وبعدين بيربطوها بقواعد البيانات والعمليات المعقدة اللي شغالة على بابل في الخلفية. كده انت أخدت أحسن ما في العالمين، كأنك بتجيب أحسن مصمم ديكور في العالم وأحسن مهندس إنشائي في العالم عشان يبنوا لك بيتك من غير ما يكونوا حتى تقابلوا. الكلام ده كله يبان مثالي لدرجة تخوف، سرعة خارقة، توفير خرافي وسهولة تامة. أكيد في جانب مظلم أو تنازلات بنقدمها، يعني العرض بتاع تكلفة التطبيق ب4000 ريال بدل 150,000 ريال، ده يبان مغري جدا. بس إيه التكاليف الخفية؟ إيه اللي بنضحي بيه في مقابل كل ده؟ أكيد مفيش حل سحري بيحل كل المشاكل، وده سؤال واقعي جدا. خلينا الأول نؤكد على المزايا اللي المصادر كلها مجمعة عليها عشان نفهم حجم التأثير. الميزة الأولى والأوضح هي السرعة والتكلفة. المثال اللي ذكرته بتاع السوق السعودي ده حقيقي وبيغير قواعد اللعبة. من مقال بيحلل السوق هناك، برمجة تطبيق متجر إلكتروني من الصفر ممكن يكلف من 50,000 ل 150,000 ريال وياخد شهور طويلة. باستخدام منصة نو كود زي سبلندب التكلفة بتبدأ من 4,000 ريال والتنفيذ في أيام. ده مش مجرد توفير، ده اللي يخلي أفكار كانت مستحيلة مادياً ممكنة. وده معناه إن تكلفة فشل الفكرة بقت أقل بكتير. زمان لو فشلت كنت بتخسر 150,000 ريال وشهور من عمرك، دلوقتي ممكن تخسر مبلغ بسيط وأسبوعين بالكتير. أنت لخصت أهم نقطة استراتيجية، هو بيعمل دي ريسكينج أو إزالة مخاطر لريادة الأعمال. الميزة التانية هي تمكين غير المتخصصين. الموضوع مش بس للشركات الناشئة. تخيلي مدير الموارد البشرية في شركة كبيرة محتاج نظام بسيط عشان الموظفين يسجلوا إجازاتهم. بدل ما يقدم طلب لقسم الIT ويستنى 6 شهور في الطابور، ممكن هو أو حد من فريقه يبني النظام ده في يومين باستخدام أداة نو كود. ده بيسرع الابتكار داخل الشركات نفسها.
طيب، ده الجانب المشرق. نيجي بقى للجانب التاني. لما مشروع نورا يكبر ويبقى عندها آلاف المستخدمين في نفس الوقت، هل الموقع المبني بنو كود ده هيستحمل ولا هيقع وهيبقى بطيء؟ ده أول عيب حقيقي ومهم، قابلية التوسع أو السكالابيليتي. في قلق مشروع، والمصادر بتشير ليه أن المنصات دي ممكن ما تكونش مصممة عشان تتعامل مع حجم بيانات ضخم جدا أو ملايين المستخدمين المتزامنين زي فيسبوك أو تويتر. الأنظمة المبنية من الصفر بتتصمم خصيصاً عشان الأداء العالي ده. كمان كتر استخدام الإضافات الجاهزة اللي هي البلجنز على منصات النو كود ممكن يخلي الموقع أبطأ مع الوقت. تمام. يعني ممكن تكون حل ممتاز للبداية والنمو المتوسط، لكن لو المشروع بقى عملاق ممكن يحتاج يتنقل لبرمجة مخصصة. طيب إيه تاني؟ النقطة التانية هي المرونة المحدودة. مهما كانت المنصة قوية، هي في النهاية بتديكي مجموعة من الأدوات والإمكانيات المحددة مسبقاً. لو فكرتك فيها حاجة إبداعية جداً أو غير تقليدية تماماً ومحتاجة وظيفة مش موجودة في المنصة، هتقفي. البرمجة التقليدية بتديكي ورقة بيضة وقلم، تقدري ترسمي أي حاجة تخطر في بالك بدون أي قيود. النو كود بيديكي علبة ليجو فيها قطع كتير جداً، بس في النهاية أنت محكومة بالقطع اللي في العلبة. والنقطة الأخيرة اللي بتخوف أي حد صاحب مشروع، الملكية. أنا بنيت كل شغلي على منصة شركة تانية، هل أنا بمتلك شغلي ده فعلا؟ ولو الشركة دي قررت تقفل بكرة الصبح، هل كل مجهودي بيروح؟ دي نقطة جوهرية، وهي العيب الثالث، الملكية والأمان. في معظم الحالات أنت مش بتمتلك الكود الأساسي للموقع بتاعك أو ما يسمى بكود اونرشيب. أنت بتمتلك بياناتك وتصميمك، لكن المحرك اللي بيشغل الموقع ملك للمنصة. بعض المنصات زي ويب فلو بتسمح لك تصدر الكود بتاعك لو حبيت تنقله، لكن منصات أقوى زي بابل لأ، وده بيعمل حاجة اسمها فندور لوكن أو الاحتكار من المورد، بتبقى مربوط بيهم. ده غير إن أمان موقعك بالكامل بيعتمد على قوة حماية المنصة دي نفسها. أنت بتسلمهم مفتاح بيتك وبتثق إن عندهم حراسة كويسة. بالحديث عن المثال السعودي ورائدة الأعمال الافتراضية بتاعتنا نورا في القاهرة، خلينا نركز أكتر على منطقتنا. إزاي الثورة دي بتأثر فعلا على أرض الواقع في الوطن العربي؟ هل هي مجرد كلام بنسمعه على الإنترنت، ولا في شركات وأفراد بيستفيدوا منها فعلا؟ لأ، التأثير حقيقي وملموس جداً. المصادر بتورينا ده من كذا زاوية. أول وأكبر تأثير هو على المشاريع الناشئة والصغيرة. في منطقتنا تحديات زي صعوبة الحصول على تمويل في المراحل الأولى، وندرة المبرمجين المحترفين وارتفاع تكلفتهم، وضغط الوقت، كلها تحديات ضخمة. منصات النو كود بتيجي كحل مباشر للمشاكل دي، بتدي رواد الأعمال القدرة إنهم يختبروا أفكارهم في السوق الحقيقي بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة، وده بيغير قواعد اللعبة تماماً ليهم. والمقال الموجه لأصحاب المتاجر الإلكترونية في السعودية ده دليل واضح إن في سوق واحتياج للحلول دي، والناس بتبحث عنها. لكن هل الموضوع وقف عند مجرد أداة مساعدة لرواد الأعمال ولا كبر عن كده؟ هنا بقى الجزء الأكثر إثارة للدهشة واللي بيورينا عمق التحول. الموضوع تحول من مجرد أداة إلى وظيفة. واحد من المصادر اللي معانا هو مش مقال أو دراسة، هو إعلان وظيفة حقيقي من شركة في دمشق. الشركة بتطلب تعيين موظف بدوام كامل تحت مسمى وظيفي واضح، مطور نظم وأدوات نو كود. وظيفة كاملة بالاسم ده في دمشق؟ دي نقلة كبيرة جدا. ده معناه إن المهارة دي ما بقتش مجرد حاجة إضافية بتتعلمها على جنب، دي بقت مسار وظيفي معترف بيه في السوق. طيب إيه طبيعة المهارات اللي شركة زي دي بتطلبها في مطور النو كود؟ هل هي مجرد إنه بيعرف يستخدم ويكس؟ إطلاقاً. الوصف الوظيفي اللي في الإعلان ده بيكشف كتير. هم طالبين حد عنده خبرة عملية في منصات معقدة زي بابل وميك، طالبينه يقدر يعمل اوتوميشن للعمليات اللي هي الاوتوميشن عشان يربط بين أنظمة مختلفة ويدير أنظمة إدارة علاقات العملاء CRM، والأهم إنه يقدر يدمج أدوات ذكاء اصطناعي زي تشات جي بي تي في الأنظمة اللي بيبنيها. ده بيورينا إن مطور النو كود هو شخص بيفكر بنفس المنطق التحليلي وحل المشكلات زي المبرمج التقليدي، لكن مجموعة أدواته مختلفة. هو مش بيبني الطوب من الصفر، هو مهندس شاطر بيعرف إزاي يركب حلول وأنظمة جاهزة مع بعض عشان يبني منتج نهائي قوي ومتكامل. في النهاية واضح إننا بنتكلم عن تحول استراتيجي حقيقي. منصات النو كود مش مجرد موضة وهتعدي، دي أداة بتغير قواعد اللعبة للشركات والأفراد وبتخلق واقع جديد في المنطقة.
السؤال ما بقاش هل أقدر أبني موقع أو تطبيق، لكن بقى أنهي أداة ذكاء اصطناعي هي الأنسب لفكرتي وهتبنيها في أسرع وقت. وهنا ممكن نختم بفكرة للتأمل بتطرحها المصادر بين السطور. مع التطور المرعب للأدوات دي ودمجها للذكاء الاصطناعي بشكل أعمق يوم بعد يوم، إيه هيكون مستقبل المبرمج التقليدي اللي بيكتب كود؟ هل الخط الفاصل بين المبرمج اللي هو الكودر والباني اللي هو البيلدر اللي بيستخدم أدوات مرئية هيختفي تماماً؟ وهل مهارة هندسة الأوامر أو البرومبت انجينيرينج في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، اللي هي ببساطة فن كتابة السؤال أو الأمر الصح للآلة، هتكون هي لغة البرمجة الجديدة اللي لازم الكل يتعلمها عشان يبني أي حاجة في المستقبل؟